عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعت باش نحضر معاكم الطماطم الكعب باش نعملها مرحية، باش نرحاها وباش نوريكم كيفاش رحيتها وكيفاش عملتها. باش تجيكم كأنها طماطم معجونة، تعمل 66 كيف وطيبوا بها وتجيكم حمراء، واللون متاعها كيما تشوفوا احمر غامق وخاثرة. ان شاء الله تعجبكم. وبالنسبة للي دخلوا معايا جدد ما ينسوش باش يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، يعملوا لي كومنتاري يفرحني، وما ينسوش اللايك. كما تشوفوا عندي كمية كبيرة من الطماطم، غسلتها ننظفها بالكدين، نحي لها كروس الخضر الكل، ننظفها ومن بعد تالي نتعدى باش نحي لها القشرة. ما تشوفوا من بعد ما خفرت بالكدي وما حطيت لهاش حتى قطرة ماء، من بعد ما نرحاها كما تشوفوا نرحاها، ومن بعد تالي نرجعها فوق القاع. بتراف كيفاش عمل لها الطماطم ولا لونها يعمل الكيف احمر غامق كأنها طماطم معجونة اللي في الحكك، لونها على المحلى. توا باش نجيب 3 مغارف نشي، جبت 3 مغارف نشي ونحلهم في شوية في المي باش ما يقعدش مكعبرة، ونحطهم ونرجع اللي رحيتها الطماطم اللي رحيتها نرجعها في الطنجرة ونحطها على الغاز، ونجيب نصب كيما تشوفوا نصب الخلوط هذاك متاع النشي وندخله يعني جتني كمية كبيرة نشي، راهو يلزمكم تعملوا أكثر تجيكم خاطر أحسن وتجيكم كيما حكة الطماطم بالضبط. يعني جتني جارية شوي، انتم تنجموا تعملوا أكثر. شوفوا المحلاها اللون متاعها، والله على المحلاها عجبني كأنها طماطم معجونة. نخليها تطيب هكاكا ومن بعد تاني نهبطها ونشد. عندي دبابيس بولار عقمتهم، حطيتهم في طنجرة فيها المي
وخليتهم يغلوا شوية، وبعد هبطتهم. وتوا كيما تشوفوا نقلب الدبوز على البخار باش يدخل فيها باش ما تتكسرش. ونصب فيه الطماطم جوني حقك ما شاء الله خيرات. نتمنى وصلتوا للمرحلة هذه في الفيديو. ما تنسوش باش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش باللايك. وراني نستنى في تعليقاتكم ان شاء الله يعجبوكم وصفاتي، وان شاء الله تجربوها وتعطوني رايكم. كما تشوفوا كمية ما شاء الله خيرات. حطيتهم كعبات، حطيتهم في فريجيدير من اللوطة، وكعبات حطيتهم في الكونجيلاتور، وما ترى لهم شيء معناتها. توا معناتها على اساس دي برسك جمعتين تو حطيتهم. وشوفوا ما شاء الله توي كان بعد ما هما مسخان حطيتهم، لفيتهم شوية غطيتهم، ونقبت كيما تشوفوا نقبت البابي، وخليتهم ليلة كاملة باش يبردوا قبل ما نحطهم في الفريجيدير. من بعد نحيت البابي وغطيتهم، ومن بعد اقلبتهم. زدت خليتهم بريود نغطيهم. تو كيما تشوفوا نغطيهم مرة اخرى، ومن بعد تاني نغطيهم بالغطاء متاعهم، ونحطهم نقلبهم، خليهم مقلوبين باش الهواء متاعهم كله ما توليش فيهم نفس. كيما تشوفوا قلبتهم الكل وغطيتهم، ومن بعد تالي باش نحطهم في الفريجيدير من بعد ما يزيدوا يبردوا بالكدا، يقعدوا ليلة كاملة. ومن غدوة الصباح باش نحطهم في الفريجيدير. كعبات نحطهم في الفريجيدير، وكعبات نحطهم في الكونجيلاتور.